ازيكم يا دكاترة؟ ايه الأخبار؟ ده امتحان على فصل التكاثر. رفعته على النت، مش كتير اللي حله، حوالي 40 واحد. لا سوري، حوالي 75 واحد. الامتحان ده مهم جدا. وفي امتحان بعده ده حله 40 واحد. للأسف قليل جدا اللي قفلوا الامتحانين. الأسئلة بتاعتهم مهمة جدا، وفي أفكار من قلب الكتاب مش من بره المنهج. فمهم جدا نبقى ملمين بالمعلومات اللي موجودة في الامتحانين دول. هنبدأ بأول امتحان. عندي أول سؤال بيقول لي: تسمى الفترة التي ينضج فيها الجهاز التناسلي وتكتمل وظيفته؟ البلوغ، الإخصاب، التزاوج، التكاثر. الفترة اللي بينضج فيها جهازنا التناسلي دي اسمها البلوغ. الإخصاب ده هو اندماج المشيج المذكر مع المؤنث. التزاوج ده اللي هو العريس والعروسة، تمام، اللي هو يعتبر تكاثر جنسي أو إخصاب، أو اتنين بيتجوزوا يا سيدي. تكاثر لما حد بيخلف. ولكن الفترة اللي بينضج فيها الجهاز التناسلي نقول الجهاز ناضج، دي اسمها البلوغ. تاني سؤال بيقول لك: يساعد التويج في عملية التلقيح؟ الإجابة صح. ليه؟ طيب أصل التويج ده متلون وبيجذب الحشرات اللي بتنقل حبوب اللقاح، وبالتالي بيساعد في عملية التلقيح. تالت سؤال: الحيوانات المنوية تختلف عن الطلائع المنوية في الشكل، في التركيب الوراثي ولا المصدر؟ الإجابة الشكل. طب ليه ما ينفعش التركيب الوراثي؟ هما الاتنين نون نون. المصدر بتاعهم هما الاتنين خلية جرثومية أمية، فهما مختلفين فقط في الشكل. عشان كده سموا المرحلة اللي بيتحول فيها الطلائع لحيوانات بمرحلة التشكل النهائي. يتبقى في ثمرة القرع بتلات. يتبقى في ثمرة القرع بتلات. الفكرة في السؤال ده جميلة جدا. الكتاب كاتب يتبقى في ثمرة القرع تويج، فالناس بتقول لأ، ده الكتاب كاتب تويج بتلات، يبقى الإجابة غلط. لا، الإجابة صح. ليه؟ لأن التويج بيتكون من بتلات، فهي نفس المعنى، شلت حاجة وحطيت معناها. فخلوا بالكم من السؤال ده، مهم جدا. طيب السؤال اللي بعده ده برضو مهم. في مراحل تكوين الحيوانات المنوية تنقسم الخلية الجرثومية الأمية في مرحلة التضاعف مرتين، تدينا 4 من أمهات المني. هنا الغلطة في حاجة مهمة جدا لازم تبقوا واخدين بالكم منها: المقارنة بين البويضات، الحيوانات المنوية، وبين البويضات. الحيوانات المنوية في مرحلة التضاعف بتنقسم عدة مرات، أما في البويضات بتنقسم في مرحلة التضاعف مرتين. يبقى تاني، الحيوانات المنوية في مرحلة التضاعف قال لنا الكتاب كده تنقسم عدة مرات، منتجة العديد من أمهات المني، وبتدينا العديد عدة مرات، وبالتالي تدينا العديد ما نعرفش نعدها. أما في تكوين البويضات انقسمت في مرحلة التضاعف مرتين، وادتنا 4 من أمهات البيض. ادتنا 4 من أمهات البيض. فتيك كير في النقطة دي، وخلي بالكم تاني: تكوين الحيوانات المنوية الخلية الجرثومية الأمية بتنقسم عدة مرات، منتجة العديد من أمهات المني. أما في تكوين البويضات تنقسم في مرحلة التضاعف مرتين، وبما إنها انقسمت مرتين ادتنا 4 من أمهات البيض. بالتالي ينفع يجيب لنا في مسألة في تكوين في البويضات كلمة خلية جرثومية أمية، لأن أنت عارف هي اتقسمت مرتين، لكن مستحيل تيجي في مسألة من المسائل خلية جرثومية أمية وتكوين حيوانات منوية. طيب يا سيدي، عايز تقول لنا إيه في إجابة السؤال ده؟ قلنا الإجابة غلط، تمام، الإجابة غلط. نجيب القلم. الإجابة غلط. طب التصحيح إيه؟ هنشطب هنا كلمة مرتين، هنشطب كلمة مرتين دي ونكتب عدة مرات، ونشطب كلمة 4 ونكتب العديد. يبقى أنا عندي غلطتين هغيرهم: كلمة مرتين عديد اهي، أربعة من أمهات المني، العديد من أمهات المني. خلاص. طب واحد تاني عايز يغير الكلام ده كله، يشيل كلمة الحيوانات. يبقى في مراحل تكوين البويضات تنقسم الخلية الجرثومية الأمية في مرحلة التضاعف مرتين، مكونة 4 من أمهات البيض. لو عايز تصحح تصحيح تاني خلاص، ولكن يعني براحتك. نرجع للسؤال اللي بعده: خلية من أمهات المني تختلف عن أخرى منوية أولية في. الخلية من أمهات المني من الأمهات عن الأولية بيختلفوا في. قال لك الواحدة من الأمهات دول بتخزن طعام وتكبر في الحجم، فالفرق هيبقى في إيه؟ في الحجم، لأن في
منهم بيخزن طعام وحجمه يكبر، وبالتالي اختلفت المنوية الأولية عن الأمهات المني في الحجم. طيب ليه مصدر كلاهما ما ينفعش؟ دي مش فرق، هما الاتنين مصدرهم خلية جرثومية أمية. طب عدد الصبغيات دي 2 نون ودي 2 نون. السؤال اللي بعده بيقول الميسم في النبات يكون لزج ولا خشن؟ ايه رأيكم السؤال ده؟ السؤال ده حلو جدا وعجبني وهو موجود في بنك المعرفة، ولكن تحت بند التفكير. الميسم ده بيلتقط حبوب اللقاح عشان يتم التلقيح. يبقى ايه رأيك؟ تحب يكون لزج بيلزق الحاجة ولا خشن ما بيلزقش فيه؟ حب ان هو يكون لزج عشان يناسب او يلائم الوظيفته، ودي حاجة بنسميها الملائمة الوظيفية. السؤال اللي بعده ده مهم جدا وناس كتير غلطت فيه. بيقول لي في نهاية الدورة التزاوجية. يعني ايه تزاوجية؟ يعني تكاثر جنسي. تمام. لبلازموديوم الملاريا في كبد الانسان ينطلق العديد من الميروزويتات لدم الانسان. هو في كبد الانسان احنا بنعمل تكاثر جنسي ولا تكاثر لا جنسي بالتقطع؟ يبقى السؤال ده جابته ايه؟ غلط. ما ينفعش نقول دي تزاوجية، والتصحيح بتاعته في نهاية الدورة اللا تزاوجية. نشطب دي ونكتب لا تزاوجية. تمام. ده بالنسبة للسؤال ده. السؤال اللي بعده، الأزهار عبارة عن أوراق قصيرة متحورة للنمو ولها تراكيب خاصة بالتكاثر. السؤال ده خداع جدا، في ناس كتير مش بتاخد بالها منه. الأزهار الكتاب قال لنا عليها ساق مش أوراق. ساق قصيرة متحورة للنمو ولها تراكيب خاصة بالتكاثر. يبقى تاني، الأزهار عبارة عن ساق وليس أوراق. وده كده الامتحان الأول خلص. ده الامتحان التاني يا شباب. تمام. اول سؤال بيقول لي ده 21 سؤال. تمام. يعتمد النبات الجرثومي على الطور المشيجي. لا سوري، نقفل النت كده. اوكي. تمام. بيقول لي يعتمد النبات الجرثومي على الطور المشيجي فترة طويلة حتى يكون لنفسه جذور وساق. الغلطة هنا في كلمة ايه؟ في كلمة طويلة، المفروض هو فترة قصيرة. السؤال اللي بعده يقول لي المشيج المذكر في الصراخس هو الانثريديا. انا بقولك المشيج المذكر في الصراخس هو الانثريديا. لا، انا بسأل عن مشيج. الانثريديا دي مناسل مذكرة وليست مشيج. المشيج هو السابحات المهدبة. السابحات المهدبة ده مشيج، اما الانثريديا دي مناسل مذكرة. فرق بين كلمة مشيج وبين كلمة مناسل. السؤال اللي بعده، الذي يدخل في تركيب المشيمة من الجنين هو الغشاء الأمنيوني. غلط. الغشاء الكوريون. الكوريون اللي هو السلي، أو السلي اللي هو الخارجي اللي بيدخل في تكوين المشيمة هو الخارجي. ليه اسمين، يا إما اسمه كوريون يا إما اسمه سلي. وبيسموا الأهداب بتاعته اللي داخلة في بطانة الرحم كوريونيك فيلاي أو خملات الكوريون. طيب السؤال اللي بعده، زهرة الفول ذكر وتختزن الغذاء في القطين. هي زهرة الفول ذكر؟ لا، زهرة الفول خنثى. تمام. عندنا 4 أزهار خنثى، بحفظهم بقصة سهلة جدا. أكلت الفول بالبصل وحليت بالتفاح في بيتنا. يبقى الفول والبصل والتفاح والبيتونيا هم دول ال4 الخنثى. أكلت فول ببصل في بيتنا وحليت بتفاح. خلاص احفظهم كده. السؤال اللي بعده، الرضاعة تقع تحت سيطرة كاملة كلية للجزء الغدي للنخامية. غلط، لأن الجزء العصبي ليه دور عن طريق هرمون الأكسيتوسين، فما ينفعش نقول كلية للجزء الغدي. هي أي نعم الجزء الغدي بيطلع برولاكتين، ولكن في جزء للأكسيتوسين اللي هو المسؤول عن نزول اللبن. السؤال اللي بعده، تنقسم الطلائع المنوية ميتوزيا متحولة لحيوانات منوية. طلائع المنوية بتنقسم ميتوزيا عشان تتحول لحيوانات. غلط، هي ما بتنقسمش، هي بتتغير في الشكل فقط. عشان كده سموا المرحلة دي بمرحلة التشكل النهائي. فتيك كير في الحاجات اللي زي كده. الحيوان المنوي يتغذى على سكر الجلوكوز. طبعا يتغذى بالزين بالزال، الدال والزال. يعني ما بحبش الحروف دي بصراحة. على سكر الجلوكوز الذي تفرزه الحويصلتان المنويتان. يا ترى الحيوان المنوي بيتغذى على سكر الجلوكوز ولا سكر الفركتوز؟ سكر الفركتوز. اللي بعده، البويضة المتحررة من المبيض هي خلية بيضية ثانوية. دي إجابة صح. خلي بالكو، البويضة اللي طالعة من المبيض وراحت قناة فالوب كانت خلية بيضية ثانوية، ولما تتخصب
يحدث الانقسام الميوزي التاني وتتكون أو تبقى بويضة وجسم قطبي. يبقى هي اللي اتحررت خلية بيضية ثانوية. وخلي بالكوا السؤال ده مهم جدا. تعتبر المشيمة جهازا تنفسيا واخراجيا للجنين في بطن امه. طبعا لان المشيمة بتدخله الاكسجين وتطلع منه ثاني اكسيد الكربون والفضلات، فنقدر نقول عليها جهاز تنفسي ونقدر نقول عليها جهاز اخراجي. النباتات الزهرية بذورها مغطاة بغلاف زهري. وفي حاجة اسمها بذور متغطية بغلاف زهري، ولا البذور متغطية بغلاف ثمري؟ عمرك اكلت بذرة جوه، لقيت بذرة جوه زهرة واكلتها، ولا انت بتاكل الثمرة وتلاقي جوه الثمرة البذرة؟ يبقى البذرة متغطية بثمرة ولا بزهرة؟ بثمرة. طيب اذا تم نقل دم من انسان مصاب بحمى الملاريا لانسان اخر سليم يصاب السليم بالمرض ايضا، الاجابه طبعا صح. عشان كده احنا عندنا في المستشفى قبل ما ننقل دم لحد لازم نعمل اختبارات وتحاليل للدم اللي اخدناه من متبرع، لان ممكن يكون عنده فيروسات، ممكن يكون عنده حمى الملاريا اللي بتتنقل بالدم. لا علاقه هنا لفكره الامشاك بتاعتك، ملهاش علاقه. هو شخص في دمه بلازموديوم ملاريا، خدت الدم ده نقلته لشخص تاني فبقى في دم الشخص التاني بلازموديوم ملاريا، فهيبقى عنده المرض. انت مش بتعمل دورة تزاوج عشان تاخد الامشاج وتقولي طب ما فيش معدة بعوضة، هو انت راح تجوزهم في جسم الانسان؟ لا، انت نقلت المرض خلاص. ما بيسألكش على الجواز بتاعهم او التكاثر، هو بيسألك على نقل المرض. تبدأ مرحلة التبويض بإيه؟ النقطة دي مهمة جدا. ناس كتير كانت بتقول تحرر البويضة، ما هي البويضة مش هتتحرر غير لما يتفرز ال LH يا شباب. يبقى تبدأ مرحلة التبويض بإفراز ال LH. تكوين المشيمة، السؤال ده ناس كتير غلطت فيه جدا. في الشهر الكام؟ في الشهر الأول. ليه دايما بتختاروا الرابع مع إن الكتاب يقول لك تستطيع المشيمة إفراز البروجستيرون بداية من الشهر الرابع وتحل محل الجسم الأصفر؟ هو بيقول لك ان هي تقدر تفرز البروجستين في الشهر الرابع، ما قالكش اتكونت في الشهر الرابع. المشيمة مش دورها بس ان هي تفرز هرمونات، لكن دورها توصل الغذاء وتاخد الفضلات للجنين. طب انت دلوقتي افتراضك ان هي اتكونت في الشهر الرابع، طب اول 4 شهور في حياة الجنين كان بياخد اكسجين ازاي؟ بيطلع ثاني اكسيد الكربون والفضلات ازاي؟ بياخد التغذية بتاعته ازاي؟ فالمشيمة موجودة من بداية الحمل. تقدر تبقى شاطرة في افراز الهرمونات بداية من الشهر الرابع. زي ما بقولك انت بتتولد، ولكن بتقدر او بتبلغ في سن مثلا يا سيدي 12 13 سنة. هل كونك او كوني قلت ان انت بتبلغ عند سن 13 سنة ده ينفي وجودك؟ لا طبعا. فالمشيمة بتتكون في الشهر الاول، تصبح قادرة على افراز الهرمونات في الشهر الرابع. السؤال اللي بعده، يعتبر الانسان عائل لبلازموديوم الملاريا؟ طبعا صح، الانسان عائل لبلازموديوم الملاريا. السؤال اللي بعده، تعتبر انثى البعوضة عائل لبلازموديوم الملاريا؟ طبعا صح، لان هما البلازموديوم الملاريا بيقضي حياته كلها فين؟ على الانسان وعلى انثى البعوضة الانونوفيلس. فمن الاخر احنا ايه اللوكاندا بتاعته، احنا والبعوضة، فاحنا عائل بالنسبة له وهو طفيل. يعتبر الطور المشيجي عائل للنبات الجرثومي؟ طبعا صح، الطور المشيجي يعتمد على النبات الجرثومي فترة لحد النبات الجرثومي بيعتمد على الطور المشيجي فترة لحد ما يقدر، فترة قصيرة طبعا، لحد ما يبقى قادر ياخد الغذاء بتاعه بالجذور بتاعته بدون الاعتماد عليه تاني، ولكن بيظل يعتمد عليه لحد ما يكبر شوية. السؤال اللي بعده، هرمون تركيزه هو الأعلى في اليوم ال12؟ مين تركيزه أعلى في اليوم ال12؟ الاستروجين. طب ليه ما ينفعش البروجستيرون؟ البروجستيرون ده بيبدأ يطلع بعد اليوم ال14. طب ال LH بيبدأ تركيزه عالي امتى؟ في اليوم ال14. FSH بقى في اليوم ال5 أعلى حاجة، في اليوم الخامس. بيقول لي الدورة التزاوجية في الفار، يعني الدورة بتاعته اللي هي زي دورة الطمس، بتاخد قد ايه؟ اللي بتاخد شهر. بص السؤال اللي بعده، مدة الحمل في الفار تاخد ايه؟ تاخد 21 يوم. انا بحط لك السؤالين دول ورا بعض، عايز اقول لك خلي بالك الفار الدورة بتاعته اطول من مدة الحمل بتاعه. ايه ده، بيحمل 21 يوم والدورة تجي لهم كل شهر؟ يا سيدي، هو الفار كده. طيب أنثى الأسد لم تحمل لمدة 7 سنوات، فكم عدد البويضات المتحررة منها خلال تلك الفترة؟ أنثى الأسد بتطلع بويضة كل سنة، لأن دورة التزاوج عندهم سنوية، إذن هي طلعت 7 بويضات من المبيضين بتوعها. تمام. السؤال اللي بعده، مدة الحمل في الأغنام كام
يوم هي 150 يوم، بس مش موجودة 150 يوم في الاختيارات، بس موجود 5 أشهر، لأن 5 في 30 ب150. شايل هو الأيام وخليها لك بإيه؟ بالشهور. هي مكتوبة عندك في الكتاب 150 يوم، فهنا التريك إن هو جابها لك بإيه؟ بالأشهر. وبكده يكون الامتحان التاني برضو خلص. كده الامتحانين مع بعض يا شباب، بالتوفيق، ربنا معاكم. كان معاكم دكتور مينا مخلص. ربنا معاكم يا دكاترة، وشدوا حيلكم وهاند.